في قلب القاهرة، وتحديدا في شارع طلعت حرب، في مكان لو وقفت قدامه تحس ان الزمن وقف شوية علشان يسمعك حكاية. كافيه ريش مش مجرد كافيه، دي صفحة من كتاب اسمه القاهرة وقت ما كانت بتفكر وتحب وتحلم. اللي أسسه كان فرنسي اسمه هنري ريس سنة 1908. كان واخد الطابع الأوروبي، بس القلب اللي دق جواه كان مصري. تخيل إن نجيب محفوظ كان ليه ترابيزة خاصة هناك، وصلاح جاهين كان بيرسم على المناديل الورق، يوسف إدريس، توفيق الحكيم، حتى أمل دنق، كلهم كانوا بيكتبوا السطور من حياتهم وسط الدخان، والقهواجي اللي حافظ كل الأسماء. وهنا مش بس كتبوا، لأ، ده في مظاهرات خرجت من قدام الكافيه، وفي مقالات بدأت كأحاديث ودية وانتهت في الصفحة الأولى من الجورنال. كافيه ريش شاف حب وشاف خلاف، شاف فكر بيتولد وناس بتتبدل، بس اللي ما تغيرش هو ريحته، ريحة البن والكلام والحنين. النهاردة الكافيه لسه موجود وشكله اتغير، بس روحه لسه هناك، مستنية حد يقعد على ترابيزة فاضية ويحكي حكاية جديدة.